ونستكمل يعني هيئة التأطير في قطاع التربية الوطنية بخريجي الجامعات من حملة الشهادات، خريجي الكليات من حملة شهادات الماجستير وشهادة الماستر وشهادة الليسونس. هؤلاء كلهم لهم المساحة ولهم الحق في أن طبعا يتقدموا وأن يشاركوا في عمليات التوظيف التي تنظمها وزارة التربية الوطنية، سواء عملية التوظيف عن طريق التعاقد التي فتحنا فيها المنصة، والآن يعني حظي المترشحون المقبولون بمناصب لدى وزارة التربية الوطنية عن طريق التعاقد. طبعا في انتظار تنظيمنا للمسابقة التي أعلنا على أنها سننظمها إن شاء الله في المستقبل وفق شروط تنظيم المسابقات. نصوص تنظيمية الآن نحن نعدها لننظم هذه المسابقة في مستوى المسابقة الشفافة التي تحقق للقطاع من جهة طبعا الحصول على الدعم وعلى الإطارات اللازمة، ومن جهة أخرى يكون المترشحون مرتاحون بالنسبة للطريقة التي تعتمد في تنظيم هذه المسابقة وفقا لما يقضي به قانون الوظيفة العمومي والنصوص التنظيمية للوظيفة العمومي.